الدمرداش بالليل مش أي محطة. الناس اللي في المشرحة بتشوفهم تحت عند الرصيف. اشترك في القناة واضغط لايك وصل على النبي علشان القصة الجاية يمكن تكون عنك. ويلا نبدأ الحكاية. في ناس كتير بتقول إن محطة الدمرداش بالليل مش زي أي محطة تانية. الموضوع بدأ مع عمال المترو نفسهم. كان في عامل اسمه سعيد بينظف الرصيف بعد آخر مترو، وفجأة لمح حد واقف عند أول الرصيف لابس بلطو أبيض زي بتاع الدكاترة. سعيد ناداله: يا أستاذ، المترو خلص، المحطة فاضية. لكن الراجل مردش، بالعكس بدأ يتحرك ناحية النور الخافت اللي جاي من النفق. وساعتها سعيد لاحظ حاجة غريبة: جزمته مش بتعمل صوت، وكأنه ماشي من غير ما يلمس الأرض. الصدمة الأكبر لما لقى وراه 2 كمان، واحدة لابسة جلابية قديمة وراجل كبير شايل قسطرة في إيده. شكلهم كان زي المرضى اللي في مستشفى الدمرداش اللي جنب المحطة. تاني يوم سعيد حكى لزمايله، لقوا إن أغلب اللي بيشتغلوا في المحطة شافوا نفس المنظر، أشباح لناس ماتوا في المستشفى. ولحد النهاردة أي حد يتأخر في محطة الدمرداش بعد نص الليل بيحكي نفس القصة، إنه بيشوف حاجات مش مفروض تكون موجودة.